السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي يا حبايبي، واذكروا الله الا بذكر لا تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ايه رايكم في الجمال ده؟ اكله من اكلات الشتاء الجميله اللي بتنزل القلب مش بتنزل البطن. اكله من ايام الزمن الجميل، من ايام حماتي. ودي طريقه حماتي ما استغناش عنها ابدا، مهما شفت افتكاسات ومهما دقت. بجد حقيقي الطريقه دي احلى طريقه عمل قلقاس. سمي الله، صلى على الرسول، شجعيني كده باكمل لايك. معايا ربطة كزبرة، معايا ربطة سلق، معايا كيلو وربع قلقاس زي ما انتم شايفين كده. طبعا الخضار بتاعي هنضفه تنظيفة حلوة، واقطفه زي ما انتم شايفين، هركنه على جنب واغسله غسلة حلوة. وبعد كده هقول لكم هعمل معايا ايه. معايا القلقاس بتاعي هقشره طبعا زي ما انتم شايفين كده، قطعيه زي ما انت عاوزة، اي تقطيعة، اي مكعبات، اي حجم اللي انت عايزاه. قشرته زي الفل كده اهوت، وهبدا بقى كده بقى اعمله صوابع. وقلت لك زي ما قلت لك كده، قطعيه التقطيع اللي انت عايزاه. المطبخ اختياري مش اجباري، بس احنا بندي افكار لبعضينا. كده قطعتها معايا زي الفل اهوت، وابدا كده اقطعها يا بنات مكعبات كلها، وتبقى زي الفل. طب الكل بيتخانق على القلقاس، طب هنغسله ولا مش هنغسله؟ طيب السلق هنفرمه ولا مش هنفرمه؟ في حاجات كتير قوي، تعليقات كتير قوي على القلقاس. تعالوا بقى كده نشوف احنا هنعمل ايه. قطعته بقى زي الفل، وما هو زي ما انتم شايفين كده. طب هيتغسل ولا مش هيتغسل؟ لا، هغسله غسله حلوه قوي كده زي ما انتم شايفين تحت الحنفيه، حتى منزل الماده اللزجه اللي فيه خالص يا بنات. هغسله كام غسله حلوه كده، وبعد كده هصفيه في قلب المصفى. معايا الشوربه بتاعتي، اي شوربه بس بلاش شوربه الفراخ، دي شوربه مواسير او شوربه لحمه بتخليه زي العسل. شوف بقى الافتكاسه الحلوه الجميله دهيت. معايا ليمونه، لو ليمونه كبيره انزلي بنصها، لو ليمونه صغيره زي بتاعتي انزلي بالاتنين. لليمونه بقى كده، انا بعد ما حطيت الليمون حطيت القلقاس، وبعد كده يا بنات عشان ما نخليش الشوربه بتاعتي فيها مخاط. كده الخضار بتاعي اهوت، مش هحمره وهو صحيح، انا هحطه في الخلاط او في الكبه زي ما الموجوده عندك. حطه كده بحبه ميه صغيرين، وابدا اضربه يا بنات ضرب يعني ايه متقطع. مش عايزاه ناعم ولا عايزاه، يعني انا عايزاه يعني بصوا هتشوفوا المنظر بتاعه كده. انا عايزاه حتت كده فيه، مش عايزاه يا دوبك. او بصوا زي ما انتم شايفين كده، انا عايزاه يعني يكون خشن زي ما انتم شايفين، مش ناعم خالص. احط حبه ميه في قلب الشفشه كده، وابدا اشطفهم وانزل بيهم كده على الخلاط بتاعي في المصفى بتاعتي. اصفي الكلام ده حلو قوي 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 زي ما انتم شايفين كده، مش عايزه فيه اي سوائل. السلق بتاعي زي ما انتم شايفين كده صفيته تصفيه حلوه اهو. وتعالوا بقى جري كده على البوتاجاز، ونحط الميه اللي نزلت انا صفيتها تاني في قلب القلقاس، واسيبه ياخد مع بعض كده زي ما انتم شايفين، ويغلي مع بعض. بص انا بوريكم المراحل بتاعته. كده دخل في 3/4 السوا، ابدا بقى اجيب الطاسه بتاعتي احط فيها الخضار بتاعي، بس ما احطش ماده دهنيه خالص نهائي الا لما الخضار بتاعي ينشف معايا يبقى زي الفل، مش عايزه فيه اي سوائل خالص. انشفه واخلي بالي ايدي فيه علشان ما ينحرقش. نشف معايا بقى زي الفل يا بنات، انزل معلقه سمنه زي ما انتم شايفين كده، وابدا احمره. برضك مش هنزل بالثوم دلوقتي الا لما يخش في التحمير، عشان الثوم ما يتحرقش مني ويمرر مني القلقاس بتاعي خطوه خطوه اهو، عشان الحاجه تبقى زي الفل. زي ما انتم شايفين كده، بصوا مش لازق معايا، بحركه يمين وشمال كده، ايدي على طول سريعه فيه. مش عايزاه يبوظ يا حبايب قلب، ولا عايزاه يسود مني عشان ما يمررش مني او يخلي الوصفه بتاعتي مش مظبوطه. كده بصوا انا بقيت بفصل التليفون وبرجع اشغل تاني. وصل معايا درجه الحمران بقت عامله زي التحمير بتاعي اهوت، ولا بقى لازق ولا محروق ولا اي حاجه. معلقه توم زي ما انتم شايفين حلوه كده، وابدا احمر بقى اهوت مع بعض. بصوا الطاسه ما لزقتش معايا ولا اي حاجه خالص نهائي. ابدا احمر بقى كده التوم كده في قلب القلقاس كده، في قلب السلق كده مع بعضيه. وتعالوا بقى اشوف التركايه ديت كمان. انا هحط معلقه كزبره، هتديني تيست عالي جدا وريحه بسم الله ما شاء الله يا بنات. بصوا اول ما بدات تخش في التحمير، حطيت حبه القلقاس اللي انتم شايفينهم دول كده اهم. بصوا بقى اختلف معايا اللون، والتحمير بقى عامل ازاي. بقت محمصه معايا وزي الفل، محمصه مش محروقه. انزل بيها كده على القلقاس زي ما انتم شايفين. الطشه دي تحفه يا بنات ما شاء الله. شويه قلقاس كده كهرمان، اللوز يا بنات، جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا ما شاء الله. شويه شوربه كمان في قلب الطاسه، ونزلت بيهم اخلي القلقاس والسلق بتاعي ياخدوا مع بعض كده، ياخدوا ويدوا مع بعض كده بشكل ودي حلو كده اهوت. بصوا القلقاس بقى كهرمان عسل، استوى معايا بقى زي الفل يا بنات. ايه رايكم في الجمال ده؟ كان عندي حتتين لحمه نزلت بيهم في الشوربه في القلقاس بتاعي، وقدمنا الطبق بتاعنا بالف هنا جنب رز بشعريه وطبق لفت. يا سلام بجد كده حاجه جميله. بصوا يا بنات مستوى معايا كهرمان. ده كان فيديو بسيط من فيديوهاتي، لايك وشير كتير عشان يوصل لكل جديد من فيديوهاتي. بحبكم في الله، اسيبكم في حفظ الرحمن. سلام.